منذ صغره كانت اللوحة والريشة أحب إلى قلبه من أي شيء آخر. فؤاد اليماني ابن 19 عاما من مدينة البيرة لم يكن يحب أن يترك أي حائط أبيض دون أن يدخل عليه بصمته الخاصة، مستخدما عجلة الألوان بتنوعها، تاركا لوالديه الحكم باكتشاف موهبة الرسم التي كبرت معه يوما بعد يوم. الموهبة هي بالأساس أخذتها عن والدي اللي هو رسام بالأساس. كنت برسم من وأنا عمري 4 سنين على الحيطان أكثر إشي، لأنه كان مفضل كطفل. كنت أعتبر الحيط هو مساحة كتير واسعة بالنسبة لي. هلا أنا بصراحة بتناول عدة قضايا في لوحاتي، بعرف إذا بتشوف الرسمات بتلاقي كل رسمة بتعبر عن إشي معين. هدول عائلتي التانية بصراحة، يعني أكثر إشي بيسعدني في الدنيا. يعني هدول هم مصدر السعادة. طموح فؤاد لم يقف أمام لوحة والسلام، بل بحث عن شيء في عالم الرسم والألوان يميزه، ليبدع بمجال الرسم ثلاثي الأبعاد دونا عن غيره من الرسامين. فالناظر إلى لوحاته كمن ينظر إلى الطبيعة أو المجسم أو الشيء حرا غير مقيد بحدود طولية وعرضية للوحة. وبنفس الوقت كنت بحب رسم 3D. كنت كل ما أشوف رسمة 3D على النت أكتر شيء كنت أشوف. كل ما أشوف واحد يعني مش عارف، كنت كتير يعني أنصدم وأحكي ليش ما في زيه هنا في البلد، ليش ما إحنا نرسم 3D زي الموجود في أوروبا. فطلعت الفكرة إنه أحاول أعمل هيك إشي عنا. فحاولت يعني بلشت على سكتشات على ورق. يعني أول محاولتين 3 ما كانتش ظابطة، بس أنا ضليت مستمر وبحاول. بعدين زبطت. صرت أعمل كتير سكتشات على ورق. بعدين وصلت لمرحلة إنه خلص بكفي، هلا لازم أصير أطبقها على أرض الواقع، ما ضلش أرسم سكتشات. فبعد هيك صرت يعني جبت الألوان والعدة وبلشت أرسم فيها. شارك فؤاد في عدة معارض تقلد فيها المراكز الأولى برسوماته ثلاثية الأبعاد، وطموحه أن يصبح فنانا عالميا، وأن يعي المجتمع المحيط أهمية الرسم والفنون بشكل عام، وضرورة دعم الفنانين وتشجيعهم على الفن أحد روافد الثقافة. يعني شاركت في مسابقة، أول شيء شاركت في مسابقة عالمية على مستوى العالم العربي في مجال الرسم. هي كانت المسابقة تتذكر عن القدس وما يحصل بالقدس. رسمت رسمة 3D وشاركت فيها وأخذتها الأول على العالم العربي. الفن في البلد مش كتير مهتمين فيه. لما يجي الشخص الفنان يعتمد عليه كمصدر رزق، ما في وعي لهذا المجال من الفن وخصوصا الرسم. يعني مش كتير الناس بيهتموا فيه. فأنا بصراحة هذا السبب اللي خلاني أدرس إشي ملوش خص في الرسم. نادرا ما حدا يجي يشتري لوحة. لزمن بريس، ميساء الأحمد.